الاستعمار دايما بيشوف انا مصالح اقتصاديه وعايز اعدي من المنطقه دي وعايز اخد في الحته دي بالظبط. واعمل كذا، والتجاره وتامين التجاره وتامين الاقتصاد. بالظبط. فنقدر نلخصها كده، ثم بالظبط. بالظبط. ننطلق الى الجزء الاخر. الجانب الآخر من العالم. بالظبط. الجانب الآخر من العالم، على الناحية التانية الجزائر كانت مستعمرة مهمة جدا عند الفرنسيين. كان بما اننا بنتكلم على القوانين وعلى اصلاحات المحاكم وكده، كان في تجربة فريدة جدا في الجزائر ليها علاقة او يعني قام عليها واحد اسمه موراند، واحد قانوني فرنسي، وكان بالمناسبة قضى فترة لا بأس بها من التعليم في مصر، تعلم في مصر، وكان بيدرس في مدرسة اسمها مدرسة الحقوق الفرنسية، كانت فرنسا عملتها في مصر لتدريس اللي هي بعد القانون. ذلك بقت كليه الحقوق. لا، مدرسة الحقوق الفرنسية دي غير مدرسة الحقوق الخديوية. مدرسة الحقوق الفرنسية دي قبل مدرسة الحقوق الخديوية، ودي كانت يعني زي إرسالية فرنسية، وكانت بتدرس القانون الفرنسي. دي اللي اتخرج منها بالمناسبة سعد زغلول في البداية دي. دلوقتي مكانها المركز الثقافي الفرنسي، حتى هو الشارع اللي فيه المركز الثقافي الفرنسي اسمه مازال لحد دلوقتي اسمه شارع مدرسة الحقوق الفرنسية. فدي مدرسة درس فيها كتير درس ودرس فيها كتير من القانونيين الفرنسيين وكتير من القانونيين المصريين اللي كانوا من النخبة يعني. فموراند كان واحد من مجموعة درست ودرست في مدرسة الحقوق الفرنسية، وكان عنده اختلاط كبير بالعالم الإسلامي، وبعدين انتدب للعمل في الجزائر، وتم تكليفه برضه في بدايات القرن، يعني مش فاكر بالظبط، يمكن 1910 1914 مش فاكر بالظبط، لعمل إصلاحات تقنينية وإصلاحات هيكلية في المحاكم الشرعية في الجزائر.